كيف تعبر باللغة الألمانية عن انطباعك عن شيء شفته لأول مرة؟ بهذا الفيديو رح لك على بعض الاصطلاحات المستخدمة بكثرة بحيث إذا سمعتها تفهمها وتستخدمها أنت كمان. تابع للأخير. إذا بدك تعبر عن انطباعك الأول عن شيء شفته لأول مرة من حيث المظهر بتستخدم فعل aussehen مع الصفة. يعني شفت شغلة بتقول عنها مبين عليها حلوة فبتقول das sieht gut aus أو das sieht schlecht aus إذا كانت مثلا بشعة. إذا بدك تعبر عن انطباعك الأول عن شيء من حيث المضمون بتستخدم الفورت كومبيناسيون scheinen بالإضافة ل adjective اللي هي الصفة بعدين zu sein. مثال أنت ماشي وشفت غسالة مثلا بالسوق فبدك تقول إنه هالغسالة مبين عليها جيدة فبتقول diese Waschmaschine scheint gut zu sein أو diese Waschmaschine scheint schlecht zu sein إذا كانت مثلا سيئة. الطريقة الثانية لحتى تعبر عن انطباعك الأول من حيث المضمون بتستخدم einen صفة Eindruck machen. يعني إذا شفت مثلا غسالة بتقول عنها إنه هالغسالة بتعطي انطباع جيد فبتقول diese Waschmaschine macht einen guten Eindruck أو diese Waschmaschine macht einen schlechten Eindruck إذا كانت مثلا سيئة. طيب كيف بعبر عن انطباعي الأول عن شيء سمعته لأول مرة؟ عندك طريقتين. أول طريقة بتستخدم فعل sich anhören بالإضافة للصفة المناسبة. يعني نفرض حدا عم بحكي لك قصة كتير مشوقة وعجبتك فبتقول له das was du sagst hört sich sehr interessant an أو hört sich sehr gut an. يعني هذا الشيء اللي عم تقوله مبين عليه سماعيا إنه كتير مشوق ومنيح. الطريقة الثانية بتستخدم فعل klingen بالإضافة للصفة. يعني نفس الشيء إذا حدا عم بحكي لك شيء عجبك فبتقول له das klingt gut was du sagst أو das klingt schlecht إذا ما عجبك. das klingt gut أو das hört sich gut an فيك تستخدمهم كمان إذا حدا عم يخبرك خبرية عجبتك كمان. يعني مو شرط يكون شيء أول مرة بتسمعه وإنما شيء أنت ناطر تسمعه وكتير متحمس له. لنفرض حدا عم يقول لك أنت نجحت بفحصك أو شيء فبتقول له واو das hört sich super an das hört sich sehr gut an.